ايه ده؟ ده هي. ايه ده كنا بنصور ازاي بقى؟ وانا كنت بعمل محتوى ايه ده؟ انا كنت بعمل محتوى رياكت. بصوا يا جدعان، من غير ما نخش في اي تفاصيل ولا اي صعبانيات، انا كسلان. عشان ما تقعدش تزنقني في الكومنتات يا اسطى، انا عارف يا اسطى ان انا كسلان، شخص محبط، بطيء، بنزل فيديو كل سنه، نسيت باسورد القناه، ابطل. طب فيديوهات ونعمل ايه بقى؟ والله فكرت ابطل فعلا. انا عارف انتوا مش هتصدقوا موضوع انقطاع الفيديوهات والكلام ده، بس انا حظي زفت قوي السنه دي زي ما قلت لكم. خلاص شهرين والسنه دي تخلص باذن الله. بصوا يا جماعه بقى، انتوا مش هتصدقوني، بس انا تعبت فتره، جالي كورونا. وطبعا الناس تقول لي ايه ده، كورونا لسه موجوده يا اسطى؟ واللي يقول لي يا اسطى لا انت هتدعي المرض يا ابني. هكدب هتدعي المرض عشان ما بنزلش في الفيديوهات. ما انا مش عايز انزل فيديوهات، مش هنزل فيديو. هتدعي المرض ليه؟ انا مش فاهم يا اسطى. بعديها بالظبط جالي مشاكل في الشغل وحوارات كده وبتاع، وكان لازم اركز في الشغل فتره، وانتوا عارفين الموضوع ده. فيعني سامحوني على فتره الانقطاع دي، وشجعوني ان احنا نرجع تاني نعمل فيديوهات. لان الواحد فعلا محبط، وبتكلم مع يوتيوبرز كتير والله العظيم كلنا محبطين. مفيش غير 3 4 هم اللي مش محبطين، اللهم صل على النبي. يعني قلت استغل فتره اليأس والبؤس دي، وقلت والله فتره كده ان انا اغير باك جراوند واعمل شكل جديد كده، بحيث ان انا ايه ارجع اعمل فيديوهات. مش قادر اعمل فيديوهات، مش في حاجه كده، شغل ومشاكل وحوارات، مش قادر. حاولت والله العظيم. انتوا لو شفتوا كم الفيديوهات اللي هي ما بتكملش انتوا مش هتصدقوني. واللايك لو وجودنا فارق في المنصه دي والله العظيم بقى، سيبك من اللايك بقى وسيبك من الكلام ده كله والكومنتات. والله العظيم وحشتني اللي بيتفرج دلوقتي، وحشتني او وحشتوني والله العظيم. مش شغل احمد حسن، مش جدا جدا، لا والله وحشتوني. غير كده في نقطه تانية، انا بظبط لمحتوى جديد بعيدا عن الجيمنج والرياكت والكلام ده كله. ان شاء الله يعجبكم، ومش وعد، ده مش وعد لاني ما اضمنش انا بكره ايه اللي هيحصل ده، بس انا شغال على الموضوع دلوقتي. فادعي لي، انا عايزك تدعي لي ان ربنا يوفقني. والكومنتات بتاعتكم يا جدعان بقى، وقولوا لي ايه رايكم في الباك جراوند دي، هنكمل عليها ولا هل اغير؟ ايه رايكم في الاضاءه الكلام ده، لان برضو ايه في صرف حصل تمام. وكمان ولعت النار اللي ورا دي علشان طبعا انتوا عارفين برد، الجو برد اليومين الجاي عشان الشتاء داخل طبعا، فانتوا عارفين طبعا. وسيت اب خفيف لذيذ كده هيخليني اصور فيديوهات كتير باذن الله. ما اعرفش باذن، انا ما بقتش خلاص واثق في حاجه. الفيديو ده من الاخر فيديو تسليكي، هنخش نسلك فيه، هنهري مع بعض، نمشي الدنيا مع بعضينا يعني، بحيث ان انا ايه، اصل انا قاعد عمال اقول لا عايز اصور. بصوا انتوا قاعدين ساعه قاعد اشرح لكم ايه اللي حصل. يا اسطى سامحني بقى، صالحني بقى وخلاص. بقول لي خلاص يا اسطى سامحتك يا اسطى على الانقطاع والسحبه. هي سحبه بنت شهر ونص، اللهم صل على النبي. ربنا يستر ويبقى في ناس بس ايه فاكره القناه والفيديوهات توصل لكم. يا جماعه انا في حاجه مزعلاني الفتره الاخيره دي. كان في بنت اسمها سندس على النت، هي كانت بتعرف تتكلم لغه الاغنياء. هي ما كانتش بتتكلم لغه غريبه، ما بتتكلمش 30 40 لغه، هي بتتكلم لغه واحده. كل الناس بتروح الساحل بجد يعني، اغلبيه الناس اكيد راحت الساحل في يوم من الايام. يعني انتوا ليه محسسيني ان انا قلت ايطالي مثلا؟ ده ساحل يا جماعه. حتى ما بتتكلمش عربي اصلا، ده بتعرف تتكلم لغه الاغنياء، لغه الكومباوندات. يعني في زي ما بيتكلم باللهجه المصريه، بيتكلم اسكندراني، هي كانت بتتكلم كومباوندي، لغه اغنياء. كومباوند من اللي هي الشقق اللي 1.5 مليون فيما فوق بيتكلموا بنفس الطريقه كده بالظبط. ابقى سرسج يعني في نفسي بجد. فهي كانت بتتكلم كده وفي نفس الوقت يعني مش الانجليش مصري، هو برضه ما فيش انجليش اصلا، فكومباوند هو اللي اثر عليها مش لغه معينه. او المهم ان هي ثقافتها ثقافه كومباوندات يعني. المهم حبيناها يا اخي، مصر حبتها، الناس حبتها، فولورز بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، من حقها مفيش مشكله. ميم ايه مشكله فولور ايه؟ واحده بتتكلم لغه كومباوند، سمعتها لا انت قبل كده دي؟ شفت انت لغه كومباوندات قبل كده؟ خدتها في المدرسه لسه، حتى ما فيش حد يعلمها. انا حبيتها جدا طبعا، وكلمت قبل كده في الموضوع ده، وان هي فعلا بنت بسم الله ما شاء الله عليها يعني. لقاءات كتير، فيديوهات كتير، الناس كلها ازاي انت كده؟ ليه الفيديوهات دي عملتيها؟ هقول لك انا مع ان غريبه ان الفيديو لما عملته طلع ترند بجد. انا استغربت قوي، بس بجد الناس كلها كانت بتشكر في الموضوع. يعني دي حاجه غريبه في مصر ان ده مش طبيعي. فتقول الحمد لله انا اتحبيت، فاهمه؟ كده عسل، وعايشين في خفه دم رهيبه. المهم يعني اكتشف في الاخر بعد كل ده ان سندس مش كده فعلا. شاهد فضيحه سندس عبد الهادي، شاهد فضيحه الكده انا ما بتكلمش يا بنتي، انا المهم اكتشف في الاخر ان سندس ما طلعتش كده. ايه اللي حصل بقى؟ في يوم من الايام كده طلع تسريب ليها فيديو، صاحبتها الاصليه طلعت سندس سرقه طريقه الكلام. انا اعرف حد بيسرق فلوس، حد يسرق فكره، حد يسرق صفحه، انما يسرق طريقه كلام فدي جديده بصراحه. لحد ما نزل الفيديو المسرب ده، بتبقي حاجه قدام الناس، بتبقي عاليه المضروبه، انا عاليه نمبر 2. المفروض دلوقتي ان سندس قاعده، من الفيديو ده اتسرب في سندس قاعده وعاليه اللي هي نمبر 1، هي بتقول هي علياء نمبر 2 اللي هي سندس. يعني عاليه دي صاحبه طريقه الكلام نفسها تمام. فهي دلوقتي قاعده متضايقه ان صاحبتها سرقت منها طريقه كلامها تمام. فهي بتقول لها انت نمبر 2، وهي سرقت كلامها غير حتى ما تستاذنها ولا تاخد كونفirmation منها ولا تاخد ابروفل منها ان هي تستخدم طريقه الكلام دي في اي حته. هي مش من حقها ان هي تتكلم كده في فيديوز، ولا هي تشتري فول، ولا هي تشتري اي حاجه، ولا هي حتى تعمل شوبينج. مش من حقها. هي علياء تعبت في طريقه الكلام دي، وهي اللي اشتغلت على الموضوع ده، وفي الاخر تستخدمي طريقه كلامي قدام الناس. عاليه نمبر 2 قدام الناس. انت بتتكلمي عادي دلوقتي قدام الناس. المهم دي بقى الطريقه الاصليه. نركز بقى يا جماعه عشان لو هنشهر زي ما شهرنا سندس، نشهر علياء بقى بعد اذنكم.
لكم بقى، مش الناس تتعب وفي الاخر التفاهه هي اللي هتجيب على التيك توك. المهم ان ايه، سندس اتغفلت، هي كانت قاعده هنا ايه، قاعده مربعه رجليها وقاعده كده ايه بتتكلم طريقتها الحقيقيه. والله العظيم يا جماعه انا قلت هي ما بتتكلمش كده، اصل ما ينفعش. هو انت مش بتقلديني؟ هو انت مش بتقلديني؟ وبيتخانقوا على مين اللي عمل طريقه الكلام. انت مش عارفه ان انت بتقلديني ثانيه بس، انت مش عارفه. طب ممكن اكمل بحكي على الهبه، ده رايك الهبه. طب هي عارفه. طب انا ذنبه If anyone is fake here, you're the fake one يا حبيبتي. You are the fake one يا حبيبتي. باين ان هي صاحبه اللغه الكومباونديه الاصليه، هي اللي مخترعاها على فكره. You are the fake one يا حبيبتي. You're the fake one يا حبيبتي. You are the fake one يا حبيبتي. بنت جواها شويه غل، اللهم صل على النبي. يعني تخيل هي جايباها بيتها ومقعده واحده تصورها حاجه، يعني اقسم بالله. Everyone is fake here, you're the fake one يا حبيبتي. بجد بقيتي مش عارفه من امتى بتكلمي بالطريقه دي. من امتى تتكلمي بالطريقه دي؟ من امتى تتكلمي بالطريقه دي؟ الطريقه دي بتاعتي. من امتى تتكلمي؟ انت عندك حق عليا، انا معاك على فكره. اقسم بالله الشهره بس للناس تافهه، بس انت تستاهلي اكتر. انت اللي تعبتي وفي الاخر هو ده الزمن اللي احنا بقينا فيه عليه، هو ده التايم اللي احنا بقينا عايشين فيه عليه يا حبيبي. اقسم بالله ولا كاننا في افاتار. انا بناشد المسؤولين، لو انتوا يرضيكوا تعبها في طريقه الكلام كده وتتسرق منها في الاخر. طريقه على فكره everyone says، حتى ماركو كان نفسه بيقول كده. حتى ماركو نفسه قال الكلام ده. انا فاهمكم، ماركو ده رئيس المجلس الدولي للكلام في العالم، هو اللي بيحدد طرق الكلام. مفيش لهجه بتطلع في العالم غير لما تعدي على ماركو ده عنده ختم بيختم بيه اللهجه دي تطلع تمام بقى بروف يودي لماركو، وهو قال كده. انا عايز اقابل ماركو دلوقتي. ماما كان نفسها بتقول كده، انت بتقلدي. ماما نفسها كانت بتقول كده، ماما كانت قاطعه على الحوار يا علياء. لا انا بجد لا انا ما بتكلمش زي يا بنتي. انا بصوا بقى هتقولي يا بنت انا ما بتكلم. امال فين بقى كده؟ امال فين؟ بجد انا استغربت قوي. سرقه طريقه الكلام. يعني الحاجه الوحيده اللي حيلتك مسروق. الله يخرب بيوتك. الواحد يقول لك دول اتشهروا على الفاضي عشان طريقه كلامهم، هم ما تعبوش. لا دي هي سرقه طريقه الكلام اصلا. والبنت يا حبه عيني انا كل ما افكر في الموضوع واجيب فيديوهات، البنت طالعه في كل اللقاءات بتفيك كل ده. اقسم بالله تعبت جدا. تخيل انت بتتكلم مع اي حد حتى اللي تقابلهم في الشارع، مضطر ان انت تفيك طريقه كلامك علشان تتشهر، عشان هي جابت مع الناس. يعني انا لو الناس حبوني وانا بتشقلب مش هتشقلب بقى خلاص. ما هي الشقلبه جابت مع الناس، نقعد بقى ما خلاص الناس حابه شقلبتي. اقسم بالله بتكلمي زي اقسم بالله. فانت متخيل ان دي مش طريقه كلامها؟ ما هو في الفيديو باين ان هي متعصبه، وباين ان طريقه كلامها الحقيقيه، وده اللي اصلا منطقي بالنسبه لي يعني، لانه باين. انما علياء لا، علياء هي اللي صاحبه اللغه الكومباونديه اللي هي اقسم بالله. when I answer the phone hello بقيتي. لا بصوا يا جماعه، احنا نطلع المحكمه دلوقتي، نطلع المحكمه ونعين محامي ونشوف بقى الموضوع كبر مننا قوي كده، ونرفع قضيه سرقه ايه. تخيل انت يروحوا اسم يرفعوا ويعملوا تعمل محضر ان هي اتسرق منها طريقه كلامها. تقولي hello زي literally everything. You copied my password, you copy everything. You copy everything. صاحبتها تخش بيت بوكس دلوقتي. copy everything. copy my password. انت عرفتي الباسورد بتاعها منين؟ انا You literally طب copy. literally سرقتي لها. طب قولي قالتك في ايه؟ قولي لي قلتك في ايه والنبي اقطمي يا سندس والنبي. اتكني انت شكلك بقى يعني اسكتي خالص. انت بعد الفيديو ده تقطمي بس اسكتي. اقسم بالله علي انا بتكلم زيك. اقسم بالله علي انا ما بتكلم زي. امال فين كده واقسم بالله. اقسم بالله. طب ليه كل اقسم بالله انا ما بتكلمش زيك. ليه كل يا علي عامله شويه ضوافر. علي دافعه 500 جنيه في ضوافرها، مجننين امها مخلياها بتتكلم كده من ضمن، ولا ده من ضمن اللغه ولا ايه؟ انا مش فاهم يا بنتي. انا ما بقلدهاش والقران ما بكلم. انا بنتي انا وراح مديه جاي. والله العظيم انا بتكلم زي الفيديوهات اللي فاتت كان فيها الله يخرب بيتك. يا حبيبتي ما بتكلمش زيك. انا طب ليه كل الناس؟ مين كل الناس اسالي اي اسالي ماركو. كل الناس ايه؟ اسالي ماركو يا بنت. اسالي ماركو. كل الناس الناس بتقول ان انا ما بتكلمش زي. يا كدابه انت سارقه طريقه كلامها. الله يكون في عون علياء. والله العظيم طريقه الكلام دي يعني. بعد ما الفيديو انتشر وبدا ينتشر في السوشيال ميديا كلها، سندس بدات ترد على كل شوف انت قد ايه وانا قد ايه. شوف انت قد ايه وانا قد ايه. سندس واحده بس يا حبايبي. سندس واحده بس يا حبايبي. كده واحده بس. كده واحده بس يا حبايبي. خلاص كل الناس بقت واحده بس. كل الناس بقت جامده. مين بقوا جامدين؟ الرابرز بقى كلهم فاجرين. التيك توكرز كلهم واحدين بس. رقم واحد ده تعب معاكوا اصلا. اللي نفسه يعني يطلع ترند على قفايا يجي يقول لي وانا هطلعه ترند. وانا طلعت ترند. الله يكون في عون الناس اللي ساكنه معاكي في الكومباوند. كده واحده بس. اللي نفسه يعني يطلع ترند على قفايا
يجي يقول لي وانا هطلعه ترند. بس شغل الحركات الصفاري يا صفرة على رأي الصف. امال فين سندس اللي كانت بتقول ورحمه امي ما بقلدك والله ما بقلدك. جماعة إذا أنا طلعت ترند في يوم من الأيام فأنا ما طلعتش ترند عشان طريقتي، طلعت ترند عشان أنا كتوتال يا جماعه جبت كل حاجه كجثه. انا طالعه ترند انا طالعه ترند يالا، طالعه ترند كتوتال. ترند توتال ايه انا ما اعرفش. طب يا جدعان كده كنا خلصنا فيديو النهارده. انا كنت حابب بس اعلق على الموضوع ده عشان الموضوع ده بجد يعني انا من ساعه ما طلعت البنت دي وانا عارف ان هي ما بتتكلمش كده اصلا، وباين ان هي ما بتتكلمش كده، وكل الناس دلوقتي عرفت ان هي ما بتتكلم، بس هي مصممه تتكلم كده وهتفضل طول عمرها بتتكلم كده عشان فيديو قذر. يعني انت يا بنتي لو بتتفرجي على الفيديو دلوقتي، انت لو ما بتتكلميش كده ريحي نفسك. هو انت كل ما تقابلي في حد في الشارع هتفكي الطريقه، كل ما تتكلمي مع هتلاقي حد عارفك هتقعدي تعملي نفس الطريقه، ده تعب، هتنهكي، هتتعبي نفسيا والله. تخيل انت عايش في جسم في شخصيه حد، بغض النظر ان هي حد زي علياء اصلا دي حاجه صعبه جدا. وحشتوني جدا جدا جدا، شكرا. لا ايه وحشتوني جدا، وحشتوني بس وحشتوني والله بجد، بس مش جدا جدا. ما اتعديت ولا ايه؟